حبايبي الزملكاوية، يا رب دايما بخير ويا رب دايما في أحسن حال. يعني أنا بعتذر إني مش بظهر طول الفترة اللي فاتت، بس أنا يا جماعة أنا يمكن أنا على يوتيوب بقالي أكتر من 3 سنين. يا جماعة أنا بقعد أتكلم في المواضيع بحيث إنها بتتكرر والتساؤلات بتتكرر، فبقيت أحس إن أنا بنفخ في بالونة مخرومة أو ماسكة مصفى بملى مية وأنا عارفة إنها مش هتتملي مية. يعني أنا بقيت أقول أنا يعني طب وبعدين؟ ما أنا اتكلمت كتير، هتكلم على مشاكل الزمالك ما بتتحلش، وهكلمكم على مجلس الإدارة، هكلمكم على تساؤلات كتيرة قوي قوي على حاجات في المشهد العام بقى ما تخصش الزمالك، وأنا هسألها في آخر الفيديو. بس خليني دلوقتي أتكلم في الزمالك. هو إيه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ هو أنتوا يعني أنا كمان بشوف أشخاص لما بنيجي نهاجم مجلس الإدارة بيقولوا أصلكم لجان وبتوع نادي فات وأصله، هو أنتوا يعني مش فاكرين اللي حصل في الأيام اللي فاتت؟ طب يا أخي الأيام اللي فاتت كانت فيها حاجات وحشة. هو أنتوا هتقعدوا ال4 سنين بتقنعوا الناس ان انتوا عشان الديون وبتسدوا الديون؟ زي طالع ممدوح الحسيني يقول لك اصل يعني انا 2 مليار اصل. انتوا حتى ما بتخافوش على منظر الزمالك، انتوا ما بتخافوش ان تبقوا ماده سخريه، ان انتوا حتى طب ما هو لما تطلع تشتكي يبقى انت مش عارف تعمل حاجه. هو حضرتك مش في اللي هو الرئيس الحالي ده قاعد قال لك ما تدينيش مهله سنه، اديني 6 شهور، انا عارف كل الملفات بس ادوني القايمه بتاعتي. انا ما شفتش، انا شفت ضرب وخناقات وسب وبيقولوا كوبايات بتطير وناس، يعني انا شايفه ده. وكنتوا بتعايبوا، شفتكم بتمنعوا ناس من الدخول النادي وكنتوا بتعايبوا، شفت تسيب وكنتوا بتعايبوا، شفت ناس بتدخل النادي مش اعضاء وبتعايبوا. قولوا لي هنا الملف، قولوا لي الناس اللي بتدافع. انا كجمهور ما تقعدش بقى تقولي اصل انت بتتكلمي عشان انت تبع اللي فات. لا لا لا، انا بتكلم كزملكاويه، بنتي زملكاويه، حفيدتي زملكاويه. هو ايه اللي في الزمالك؟ انت لا العاب صالات ولا بطولات ولا كره قدم، انت بتستغنى عن لعيبه، انت بتمشي لعيبه، انت طالع بتقول بقى. احنا طول الفتره دي كلها بنقول ان الكهرباء الغرامه عماله تزيد، الغرامه عماله تزيد، وانتوا بتدفعوا الفلوس بالمصري وبالقسط، وكل ده والناس اللي واقفه وراكم بتدافع عنكم. مش دي ناس اللي كانت بتقول اوعى اوعى يا مرتضى تتنازل عن قضيه، اوعى مش عارفه ايه نعمل ايه، يلا اهو كله بيعد، العداد بيعد. دلوقتي بقى ايه روح التسامح اللي فيكم دي؟ ايه يعني اما حمدي علاء يمشي وفلان يمشي وقبلها احمد ايمن منصور وقبلها احمد عيد واسامه فيصل وتطفيش سيس، وايه يعني مش عارفه اللاعب الافريقي اللي ضحك عليكم؟ عارفين ليه؟ الراجل نفسه المدير الفني الاجنبي طلع قال هو في حد يقعد يعمل صفقه يعلن قبلها؟ بتطلعوا اسرار النادي واخبار النادي وتفكك وتسيب وطالعين تقولوا ايه يعني صفقه وراحت؟ اللي روح التسامح دي ما كانتش فيكم في الاول ليه؟ وبتهاجموا الناس اللي بتدافع عن الزمالك وبتتهموهم ان هم لجان علشان خاطر لجان مرتضى منصور، فانتوا بتهاجموا. انتوا ليه بتتهموا الناس؟ يعني انا شفت واحد انا استغربت جدا من التعليق بيقول ايه انتوا زعلانين قوي ان اللاعب مش عارفه ايه ما جاش والفلوس ايه. انت والله معقوله في ناس انتوا اللي زيكم يتكلموا في ملايين وتلاقي شاشه الموبايل بتاعتك بايظه وما معكش 500 جنيه تروح تصلحها؟ هو ايه اللي اللي حضرتك بتقوله ده؟ يعني ايه اللي جاب واحد مش عارف يصلح موبايله انه يتكلم في صفقات بنخسرها وملايين بنخسرها في النادي؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو معايا تليفون ايفون ب 80,000 60,000 اقول له حضرتك تليفونك بكام؟ لا لا، ما تجيش بقى تكلمني في الحسابات وفي الحاجات دي وانت ماسك تليفون ب 10,000 مثلا. حضرتك الناس البسيطه دي بتفهم في الحسابات وبتتكلم. الست اللي بتيجي تساعدك في البيت دي عارفه يعني ايه مصروف بيتها، يعني ايه بتعمل جمعيه، يعني ايه لما تقبض الجمعيه هتعرف تحط ده هنا وتقسط ده هنا وتفتح البيت ازاي، وبيجهزوا اولادهم وبيرتبوا امورهم. انهي منطق اللي بتتهم فيه الزملكاويه؟ انتوا كمان هتيجوا يا عم روح صلح موبايلك، والناس بقى داخله التعليقات اصل في واحد مش عارف فين بيصلح الموبايل بكذا. هو انت حضرتك بتقيم الناس؟ يتكلم في صفقات يقول اللاعب ده نخسر فيه ليه؟ طب ما كانوا بيعملوا كده الاول، طب ما هو كانوا بيهاجموا الاول. ده امام عاشور هو اللي قال انا مش عايز، وطلع قال على الهوا مش عايز، تقول له ما انت اللي مشيت امام، وكل اللعيبه اللي هم مشوهم انتوا ما بتنتقدوش، اداء زفت. يقولوا التيشيرتات وحشه، ايه التيشيرت البينك وايه التيشيرت اللي. وبعدين ما تيجي تعترض واحد برضو طالع يقول لك ايه والله مزعلكوا قوي لون التيشيرت. وانت بتدافع عن ايه؟ انت كزملكاوي شايف ايه موضوع اصله بيسدوا ديون ده يضحكوا بيه على واحد ما بيعرفش بقى؟ زي ما ناس كده بتقول يا عم انت بتفهم في الملايين. مفيش نادي حكومي في مصر مش مديون للضرايب وللاوقاف وللكهرباء لكل حاجه. يعني هم بقى جمع كله، بقى جمع اوقاف على ضرايب على فلوس على
بس الزمالك طول عمره فيه قضايا من ايام اجوجو. هي القضايا دلوقتي بس اللي بقت من ايام كانت مرتضى منصور؟ لما انتوا مش عارفين تعملوا. وبعدين فين فلوس كهرباء اللي انتوا خدتوها؟ فين فلوس اللعيبه اللي انتوا بتبيعوها؟ يا راجل ده انت رحت بعت لزد 2 لعيبه، وده انت لعبت بتبيع لعيبه دوليه، والنادي ده اصلا رافض انه يبيع لك لعيبه، وانت رايح تبيع له لعيبه من عندك. ده انت لا في كرامه ولا في بطولات ولا في حاجه، وعايز لما تيجي صفقه الناس احنا زملكاويه احنا مالنا، انتوا مش عارفين تديروا. مش ده احنا بقى الزملكاويه في مرحله ان احنا اما نخسر احنا بنتفرج ليه؟ هو مين انت حتى وانت جايب صفقات لو فيها حد كويس الزملكاويه ما بقاش فارق معاهم. الزملكاويه مش فارق معاهم. انتوا طالعين طول الوقت نواح وشكوى. يعني انتوا جايين ال4 سنين دول تسدوا الديون؟ انتوا جايين ده انتوا اللاعب عنده مشكله. احمد فتوح انا ما شفتش حد من الاداره واقف جنبه، انا ما شفتش تواجد، ما شفتش حتى حد بيجيب بيتكلم عنه. هو انتوا بتعملوا ايه فينا؟ انتوا وصلتونا، انتوا وصلتوني مرحله مش عايز اعمل فيديوهات. كوره ايه يا جماعه اللي فيه؟ هو فين الكوره؟ هو فين الزمالك؟ هو فين الزمالك اصلا؟ انت بتقول زيزو، ده انت يا راجل ده انت ما جددتش زيزو، مأجلها لديسمبر اللي هيبقى في يناير هو فري. ولا انت جايب الصفقات دي عشان انت جايب بيع؟ هو انت ما دفعتش حاجه من جيبك، انت عمال تبيع وتاخد تسد فلوس كهرباء تسد شو. انتوا ما عملتوش اي حاجه فيها موارد. اوضه اللبس تبرع، مش عارف متحف الزمالك تبرع، قبل كده صندوق اتبرع لناديك ولو بجنيه، وجبتوا ناس تعمل اعلانات. دلوقتي بنشكر رجل يا راجل ده انتوا بتتكلموا ده ممدوح عباس طالع بيقول اصل احمد سليمان كلمني وطمني على الصفقات وقال لي اطمن دي صفقات تحفه ده بصفاتكم ايه؟ انتوا بتكلموا لي ايه؟ جماهير هو طلع قبل كده قال انتوا بتطلبوا مني صفقات ليه؟ ده في مجلس اداره. هو في ايه؟ هو مين ليه فين ايه؟ بتدافعوا عن ايه؟ هيبه الزمالك راحت، هيبه الزمالك راحت بسببكم، بسببكم. واللي عايز يتهم يتهم، واللي عايز يقول لجان لجان، واللي عايز يقول انتوا ما انتوش عارفين حاجه. لو بتحبوا الزمالك كنتوا انتقدتوا، كنتوا قلتوا ايه ده وايه الاداء ده وايه التفكك ده وايه اللعيبه اللي بتمشي وايه اللعيبه اللي بتيجي ومين دول وفين وازاي. ديون ايه ومش ديون؟ ما تقول لي فيها ضرايب قد ايه وفيها اوقاف قد ايه وفيها كهرباء قد ايه وفيها كذا قد ايه. هو قبل كده في حد استلم النادي، اي رئيس نادي استلمه فله ما عليهوش اي حاجه؟ ده كان مستلم مرتضى صالح فيه على الضرايب فلوس رهيبه رهيبه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ وبعدين ايه العبث اللي في المجال الرياضي ده؟ يعني ايه؟ يعني انا سمعت اخو كابتن ايهاب جلال، الف رحمه ونور عليه يا رب، الف رحمه ونور عليه، وهو بيقول له السبب في مرضه اتحاد الكوره واحمد دياب. قالهم بالاسم مش انا اللي بقول، يعني ده انا سامعه الفيديو. قبل كده احمد رفعت طلع قال، مش عارف مين لعيب تاني اتظلم وطلع قال. انا لا شفت في حاجه اتحلت ولا شفت اي حاجه اتعملت، ولا اتحاد الكوره. ده اتحاد الكوره طالع بيقول انتوا بتقولوا علينا ان احنا بنخاف من النادي الاحمر. طيب اما نشوف اي مجلس هيجي بعدنا برضه هيخاف. بتخافوا منه ليه؟ هو مين اللي معليه قوي كده؟ هو مين اللي مديله المساحه دي؟ يا راجل ده ثروت سويلم طالع امبارح ابراهيم فايق بيقول له طب انتوا مش هتعاقبوا النادي الاحمر علشان انسحب؟ ويقول له لا طبعا ما اعرفش، المفروض اللائحه تتغير. يعني هو النادي ده نادي القرن، ده نادي يعني هو محتاج بطوله الكاس؟ يعني احنا اللي هنتضرر لو وقفناه. انت مش عايز تعاقبه، انت عايز تغير اللوائح علشانه. هو النادي ده ايه؟ الناس بتتكلم بص ادارته، بص رئيسه، بص مجلس الاداره، بص الهيبه، معاهم ملايين. هو انتوا عايزين توصلوا ان يجوا يمسكونا هم؟ يعني هم اللي يمسكوا يحكموا؟ وبعدين تعالوا هنا، انتوا شلتوا اعلامي، شلتوه بدون اي سبب من القنوات وقفتوه، وفاجئ بيه طالع في الاذاعه. هو انتوا شلتوه ليه ورجعتوه ليه وعشان ايه ومين المسؤول؟ هو انتوا واصلين الناس ما انتوا بتشوفوا العيال على التيك توك بيقولوا قدوتهم مين؟ شويه ناس مش غير معروفين، اولا ما يتكلموش عن الاعلام. واحد بتوكا طالع طول النهار يعمل فتنه، ده مشي ورجع ما نعرفش ليه وجمهوره هايص ويلا يحرقهم يلا يكيدهم. طب انتوا بتقولوا للناس ايه الرساله؟ ايه الرساله؟ مشي ليه وجي ليه وهيرجع تاني ليه ومشيتوه ليه واي معايير؟ والناس دي في اتحاد الكره ما بتتحاكمش ليه؟ والناس اللي تحولت القضيه بتاعت احمد فين الناس دي؟ مين اللي مشهد ده الاعلام؟ يعني انا ايام زمان ده كان في اعلام كنت باخد معلومه، انا باخد تشويه للعقول. انا يأست بصراحه. يعني قولوا لنا الحل، جاوبونا بس قولوا لنا الحل ايه اللي بيحصل ده.